الفيلم ديالنا كيبدا في كولومبيا مع رجل العصابات لويس وليد اليمنيه ديالو وفابيو كيقول لويس بلي انا عييت من هاد الخدمه وبغيت نرتاح. لويس كيبقى فيه الحال حيت غادي يخسر واحد من احسن الرجال اللي عنده، ولكن كيقول له صافي انت راك بحال خويا، ما نبغي لك غير الخير، دير اللي كيريحك. وكيشوف فيه واحد الشوفاس ديال الغدر وكيتسالموا وكيتوادعوا، ولكن غير كيخرج فابيو لويس كيعيط لماكو كيقول له واش فابيو سحب له دخل الحمام بحال خروجه، دير خدمتك. وكان كيعني بها هنا قتلوه هو وعائلته. فابيو كان عارف بلي لويس غادي يغدروا، وغير كيوصل للدار كيقول لمرته سربي غادي نسافروا، وتعطي لبنته عنوان عمها اللي في امريكا، كيعطيه واحد الكارت ميموار فيها كاع التواصل ديال المافيا، وقال ليها الا طرات لينا اي حاجه لا انا لا لماماك هذا هو جواز السفر ديالك. وعطاها سلسله فيها ورده وقال ليها هاد الورده سميتها كاتانيا، وهاد الورده مميزه بزاف وما كتنوض غير في بلادنا، وبقوه ما هي مميزه وقويه سميتك عليها كاتانيا. وكيجيو الرجال ديال لويس وكيسولوا على فابيو، ولكن الرجال ديال فابيو كيقولوا لهم باللي مازال ما جا. وفاش فابيو كيشوفهم كيحاول يهرب، ولكن الرجال ديال لويس كيكونوا محاصرين الدار كامله وكيقتلوا الرجال ديالو، وفابيو مراسو كيقتلوهم قدام بنته اللي بقات غير واقفه ومصدومه. حتى كيكون واحد من العصابه باغي يقتلها، كيحبسوا ماكو كيقول ليه خليها انا غنتكلف بها. كيجي عند كاتانيا وكيقول ليها ان باباها ولويس صحاب، وباللي باباها عنده واحد كارت ميموار ديال لويس وبغاها، وقال ليها واش كتعرفي بلاصتها ولا وريتيها لي غادي نعطيك اللي بغيتي. كتقول ليه وكتزرب عليه وكتضربه بواحد الموس ليدو وكتقول ليه انا بغيت نقتل لويس، وكتهرب من السرجم. والرجال ديال ماكو كيتسموا تابعينها، ولكن كتقدر بالمهاره اللي معلمها باباها تهرب منهم. كتدخل في واحد الدخيله صغيره في الارض وكتنزل وكتطلع من بلاصه اخرى وكتمشي للسفاره الامريكيه، كتعطيهم كارت ميموار. وهو فاش كيخدمها قال لها مين جاتك هادي؟ قالت لي عطاها لي بابا وبابا مات دابا. وقال لها واش عرفتي هادشي اللي عطيتيني شنو هو؟ قالت لي جواز السفر ديالي. وهنا المحقق فهم باللي المعلومات اللي عطاتو في المقابل ديالها تخرج من كور، ومن بعد كتسافر وكتمشي لامريكا وكتكون معها المساعده الاجتماعيه من السفاره. وكثانيا كتقدر تسرق جواز السفر ديالها وحتى الفلوس، وكتقول ليها بغيت ندخل للحمام. فاش كتدخل وكتعطل كيدخلوا يقلبوا عليها كيلقاوها هربات. وكاتانيا كتقطع التران وكتمشي لشيكاغو للعنوان اللي عطاها باباها في الورقه. هذا سواريز عم كاتانيا، وكيكون حتى هو خدام في المافيا، وكان كيضرب واحد خونا حتى كيجي عنده واحد من الرجال ديالو كيقول له بلي واحد البنت صغيره سميتها كاتانيا كتسول عليك. كيمشي كيجري عندها وكيعنقها وهي كتبقى تبكي، تيقول ليها بلي سحب ليا بلي حتى انت قتلوك. كيقول ليها ما تخافيش انت معايا هنا في امان. وكاتانيا كطلب من عمها يعلمها حتى هي تولي قاتله محترفه، ولكن كيقول ليها دابا قراي ومن بعد نشوفوا هذا الموضوع. وكيدخلها للمدرسه وكينتقل بين الفيلم من بعد 15 سنه في كاليفورنيا. كتكون واحد الطوموبيل ديال البوليس ديال تنظيم السير واقفه، حتى كتدخل فيها واحد الطوموبيل وكتنزل منها واحد البنت من بينات الليل ضايخه ما قداش توقف حتى على رجليها. كياخذوها للكوميساريه، وفاش كيدخلوها ما كيلقاو عندها حتى معلومه، صافي كيديوها للحجز تتفيق. وموراها كيدخلوا واحد المجرم خطير سميتو مايكل وكيديوها للحجز حتى الغد ليه غدا عنده المحاكمه. وديك البنت كتكون مازال ناعسه، ولكن غير كيمشي الحارس كتفيق وكتبدل حوايجها، حيت ديك البنت هي كاتاليا كبرات وديك الدوخه اللي كانت دايره غير باش تدخل للحبس. وفاش كتلبس وكتخرج من الباب وكدوز من فتحه التهويه وكدوز للجزيره الثانيه ديال الحجز اللي فيها سواريز، وكتضرب البوليسي اللي كان حاضر وكتاخذ الفردي ديالو وكتدخل عند سواريز وكتلصق ليه قرطاسه في راسو. والبوليسي كامل اللي كان تما كيسمع القرطاس تضرب. وداك البوليس فاش كيفيق من الدوخه كيلقى سواريز ميت والفردي في يديه، وكيبقى يقول لهم راه ماشي انا اللي قتلته. وكيلقاو سواريز مقتول ومرسوم على الجثه ديالو ورده. كيضرب الانذار وكينتشر البوليس في كاع البلايص. كاتاليا بالفضل الخفه واللياقه اللي عندها كتقدر ترجع لبلاصتها في وقت محدد، وكترجع تبدل حوايجها قبل ما يجي البوليس ويطلعوا عليها. بداك الصباح كيوصل المحقق فيدرالي اللي شاد هذه القضيه وكيقول لهم بلي هذا الرسمه نفس الرسمه اللي كيرسم القاتل في كل مره، تيقول لهم بغيت نشوف مسرح الجريمه. وفي ذاك الوقت تيكون البوليس كياخذ بصمات ديال كاتاليا وكيقول ليها من لهنا 10 ايام عندك جلسه في المحكمه. داك المحقق كيقول لهم الكوميساريه تسد حتى واحد ما يخرج ولا يدخل، ولكن داك الساعه كيكون فات الفوت حيتاش كاتاليا في داك الساعه خرجات وكتحيد واحد اللي جات على قبل البصمات وكتلوحهم وكتعيط على عمها كيقول ليها امتى غادي تجي راني باغيك في واحد المهمه. نرجعوا للمحقق اللي ما فهم والو كيقول لهم بلي هذا الجريمه هي 22 نفس القاتل كيدير داك الرسمه باغي يوصل بها شي ميساج، ولكن ماشي لينا حنا البوليس ولكن لشخص اخر. كيقول لهم كتبوا هذه المعلومه في الجورنال باش المعني بالرساله توصله. ومن بعد كيمشي ريتشارد ضابط في المخابرات الامريكيه كيوري لويس الجورنال
ولكن لويس كيقول ليه انا ما عندي حتى دخل في هذا الموضوع. ولكن ريتشارد قال ليه كيفاش ما عارف والو، واش 22 جريمه والقاتل كيرسم نفس الورده اللي هي اصلا كتنوض في بلاصه وحده وكانت هي شعار شركه ديال فابيو اللي قتلتيه. لويس قال ليه ريتشارد قال ليه المخابرات الامريكيه خرجتك من كولومبيا هذه 15 عام وخلاتك تعيش في امريكا مقابل كنتي غدوز المؤبد في كولومبيا. في المقابل ديال هادشي تقول لينا المعلومات اللي كنحتاجو. وهنا لويس بقى غير كيشوف. ريتشارد قال ليه شوف لينا هذا البلان وساليف ومشى وخلاه. لويس يعيط لماكو وقال ليه انت السبب في هادشي كامل، يا قلت لك قتلهم كاملين. ايوا دابا شوف لينا كيفاش شهن لينا من هذا المشكل. كاساليا كتلاقى بعمها اللي كيعطيها تصاور وفلوس باش تقتل واحد الراجل، وهنا كنفهموا بلي هي خدامه مع عمها كقاتله محترفه كيف ما كانت باغا تكون في صغرها. كتمشي لدارها وكتجبد اللحم لكلابها وكتحطوا ليهم وكتسناوها حتى تقول لهم ايت عادي ياكلوا. وعقلوا على هاد الكلاب مزيان. على الغد ليه داك الراجل اللي سميتو ويلي اللي خاصها كاتاليا تقتلو في القصر ديالو. كاتاليا كتقدر تدخل من واحد البيسين دايره وسط لدارو ومربي فيه 2 سمكات ديال القرش، وكتدخل بلا ما يأديوها وكتحل الزاج ديال المسبح وكتخرج وكتركب السيلونس للفردي وكتقصر كاع الرجال ديالو. وفاش كيفيق ويلي كيلقى مرسوم عليه في صدرو ورده والرجال ديالو كاملين ميتين، وكياخذ الفراده وكيخرج يقلب حتى كتبان ليه واحد الورده في المسبح. وفاش كيهزها كاتاليا كتقول ليه شوف وراك، وهو فاش كيدور كيبغي يتيري فيها كيلقى السلاح خاوي، انما الاعمال بالنيات. وهنا كاتاليا كتيري ليه في رجليه وكتدفعو وسط البيسين. مع لقاش كيشم ريحه الدم كيقول طحان وكيقصيوه. من بعد ما كتنجز المهمه كتمشي تلاقى بعمها اللي كان معصب وقال لها كان عندك فرصه تبدلي حياتك ولكن انت اختاريتي تنتقمي، وباللي الانتقام ما عنده فاش يفيدك، وباللي ديك الرسمه اللي كنتي كديري راه لويس عارفك باللي انت بنت فابيو ودابا كيقلبوا عليك. في نفس الوقيته المحقق جيمي كيكون عارف مكان ديال كاتاليا وكيصيفط لها بزاف ديال البوليس، ولكن هي كانت واخده الاحتياطات ديالها وشافتهم في الكاميرا وقدرت تهرب لهم وكتمشي لدار عمها. ولكن المفاجاه فاش غتوصل غتلقى جداتها مقتوله وحتى عمها مقتول. كتبكي بزاف حيت كانت هي سبب موتهم وكتعصف بزاف على لويس. المحقق جيمي يلا وصل للدار حتى كتوقف عليه كاتاليا كتقول ليه برك. كيقول لها واش كيسحبك بلي راك ذكيه دخلتي لدار محقق فيدرالي، راه الدار عامره بالكاميرات وهو تايق في راسو. قالت له واش كتهضر على هادو؟ قال لي علاش قتلتي دوك 23؟ قالت لي من نهار لويس قتل لي والديا ودابا عمي ما بقيت نفكر في حتى حاجه من غير نرد الدين اللي عليا، ودابا ضروري خصني نعرف العنوان ديالو باش نتحاسب معاه. بلي ما عندي فاش ننفعك انا ما عارفش عنوان لويس. قالت لي الا ما عاونتينيش كل سيمانه غادي دير جنازه على واحد من عائلتك، وباينه في وجهها ما كانش كتضحك. جيمي على الصباح يقصد المخابرات الامريكيه وتلاقى بريتشارد وقال ليه كاتاليا جات عندي للدار وهداتني الا ما قلتش ليها عنوان لويس غادي تقتل عائلتي. ريتشارد بقى مطلعها على جيمي وقال ليه مالك خايف راه ما تقدر دير والو. حتى صونا التليفون ديال جيمي وكتكون كاتاليا كتقول له الا ما عطانيش العنوان غيكون هو الضحيه 24. جيمي كيقول له شوف كتفك. كيبان ليه الليزر ديال سنايبر وكيخاف وكيعطيها العنوان ديال لويس وكيصوني على لويس وكيقول له واحد الضيفه جايه عندك. كاتاليا كتوجد كتاخذ مطرق ومالينوا وكتسلح مزيان حيت عارفه راسها داخله في حرب. وفي نفس الوقت لويس كيكون كيشرح الرجال ديالو الخطه حتى كتزرب عليهم بواحد بازوكا كتفركت لهم الشمل. لويس فاش شاف نص في رجالو ماتوا مشى تخباهم في المخبأ السري والرجال ديالو بقاو كيقلبوا عليها حتى خرجت من تحتهم بقات كطيح فيهم واحد بواحد. مالكو كيشوفها وكيشير عليها بقنبوله وبقى كيضحك وعيط لويس قال ليه راه مسحتها من الارض كتبان لي حتى كتبان ليه واقفه من فوق بواحد 2 امبيكارو كتصفيها لهم كاملين. لويس كيخرج من المخبأ ديالو وكيهرب كيلقى طونوبيل مفرقعين لها الروايد وركب في طونوبيل اخرى وهرب. وهو هارب حتى كتصوني عليه كاتاليا وكيجاوبها هو فرحان قال لها اش بان ليك انا هربت ليك. كتقول له شوف وراك حتى كيبانوا له الكلاب وكيتخلع بزاف وكتقول لهم التليفون كيف ما كانت مدرباهم من كتقول لهم ايت الصحه والراحه يعني. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا.